سلام الاخوان، في هذا الفيديو غنشوف كيفاش تبدل الزيت ديال الفران بطريقه احترافيه ايطاب بار ايطاب. هاد العمليه الا كان عندك الدوزان ديالها وتبعتي الفيديو كامل، مستوى الصعوبه ما غيفوتش واحد 2/5. مي قبل ما نبداو في البورج مهم بزاف نعرفوا علاش خصني تبدل الزيت مره في العام وشنو الحاجه اللي كتخلي البورج ناجحه 100%. الهدف من البورج هو تبدل الزيت القديمه بوحده جديده بلا ما تدخل حتى شي بولدير، حيت السر ديال الفران على القرص هو السيركو يكون فيه 100% ديال الزيت. دونك كل ما خليتي لي بولدير لداخل كل ما غتحس بالفران معجن ديال بصح. المهم نمشيو للمعقول ونشوفوا لي زوتي اللي غتحتاج. غير خصك سيبو ديال 2.5 ملم، 3 4 و5. بطبيعة الحال كي تبورج من الأحسن تاخد بحال هذا كيكون كومباتيبل مع بزاف ديال لي مارك. تقدر تكومونديه غير من علي اكسبريس، الثمن ديالو 200 250 درهم، ولا تقدر تاخد الكيت اللي كومباتيبل غير مع شيمانو كيداير ديك 90 100 درهم. غير خصك حتى نيطويون فران، ما عندكش تقدر تستعمل الكول ايزوبروبيليك. بطبيعه الحال الزيت ديال الفران شيمانو مينيرال اويل، عندك تستعمل الضوط راه ما كيصلاحش لي فران شيمانو وغيخرج لك غير على لي جوان. غتحتاج حتى كلينكس ولا سوبالان ولا بابي جينيك، المهم اي حاجه باش تنيطوي الفران من مورا البورج. غيبقى لك غير تورنوفيس بلا وامريكان كليب بلات ديال 7 ملم وانت واجد باش تبدا البورج. اول حاجه الا كان عندك بحال هاد لي فران اكس تي ولا اكس تي ار، غير خصك ترخف الفيس ديال الفري ستروك واحد 5 6 ملم وتريغلي لا بوزيسيون ديال لوفي يكون بعيد لو ماكسيموم على الكيدون. فهاد الموديل كاين هاد لا موليت اللي كدورها غير بيديك باش تبعد ولا تقرب اللوفي ديال الفران. في موديلات اخرين بحال الشكل ديال ام تي 201 كيكون واحد الفيس لداخل اللي تا هو كتقدر تصير ولا ترخف، غير كيخصك سيبو. من بعد غتقاد الفران في هاد البوزيسيون باش لي بول داير يخرجوا بسهوله، وغتحل الفيس ديال البورج. غير حضي مع واحد الجوان صغير كيكون لداخل لا يطيح ليك ولا يتلف. غيبقى ليك تانستالي هاد الكويس الصغير وتخوي فيه شويه ديال الزيت باش ملي تدفع الزيت القديمه من التحت تطلع فيه. كتحيد الرويضه من الفيرو باش تخدم على خاطرك والديسك ديال الفران ما يتقاش بالزيت. من بعد تحيد السلك الصغير، غير جرو راه كيتحيد بوحدو باش تقدر ديفيسي الفيس اللي شاد البلاكيطات. تقدر ما تلقاش بحال هاد الفيس وتلقى سلك بحال هذا، غير خصك غير تهبط ديك الحديده اللي طالعه باش تقدر تحيدو. وبتورنوفيس بلا يكون نقي ديال بصح باش ما يكونطامينيش ليك البلاكيطات. غتدفع لي بيستون باش تقدر تحيد البلاكيطات. انا كنخدم بالطريقه، كاين اللي كيحيد البلاكيطات عاد كيدفع لي بيستون حتى هي خدامه، غير لابد لي بيستون دفعهم بشي اوتي ديال البلاستيك بحال دي مونط بنو. نرجعوا للفيديو، فملي تحيد البلاكيطات تشوف حتى ليطا ديالهم واش باقيين عامرين ولا حفاو. هادو اللي عندي يلا بدلتهم دونك باقيين مزيانين. الا بغيتي تقدر دير واحد النيطويا صغير اللي تخي وتمسح لي بيستون من الداخل. من بعد غير خصك تانستالي هاد لاكال باش ملي تكون كتبورجي لي بيستون ما يخرجوش من بلاصتهم. دابا نقدروا نمشيو نعمروا لا سورينغ بالزيت، وباش ما تدخل حتى شي بولدير في السيركوي خص دير هاد الطريقه باش لا سورينغ يبقى فيها 100% ديال الزيت. من بعد غتحيد هاد الكاس الصغير باش تقدر تدخل لا سورينغ، وبكليب بلات ديال 7 ملم غتحل الفيس ديال البورج واحد نص دوره باش تقدر تدخل الزيت جديده. في دي فخان بحال ام تي 201 غير خصك تحيد الكاش اللي هنا تخشي لا سورينغ تحل من الفوق. فوالا كتدفع الزيت جديده وغتبان لكم الزيت القديمه الفوق خارجه هي ولي بولدير. ولا بد تخلي شويه ديال الزيت في لا سورينغ بحال هاد الشكل، حيت الا دخلتي كاع الزيت يقدر تدخل معاه حتى الريح. من بعد سد الفيس ديال البورج وحيد لا سورينغ. غتحيد الكويس الصغير باش تخوي الزيت القديمه اللي فيه ودير في بلاصتها الزيت جديده. من بعد غتبومبي الفران باش الا كانوا باقيين دي بولدير مخبين في السيركوي يطلعوا الفوق. كما كتشوفوا بزاف ديال لي بولدير طالعين، حيت قبل ما ندير البورج كنت ديمونطيت لوفي كامل بياسه بياسه، دونك ملي مونطيتو كان خاوي من الزيت.
ملي ما يبقى يطلع ليك والو صافي ديك الساعه راك ناضي، غيبقى ليك غير تنيطوي الفران وتركب لي بلاكيت والرويضه. من مورا البورش خص ملي تجرب الفران تحس بيه عامر، وغير تنغزو تبلوكا ملي تفراني تسمع في الرويضه بالبلاق. يلا الاخوان، نتمنى تكون عجبتكم الفيديو ديال اليوم. كان معكم سيك بايك، الى فيديو قادم ان شاء الله.